في وقت كانت فيه الأمة الإسلامية متفرقة وضعيفة، كان لازم يظهر قائد استثنائي، قائد مش بس عنده سيف لكن عنده قلب، يعرف يعني إيه عدل ورحمة. القائد ده هو صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين اتولد سنة 1137 في مدينة تكريت بالعراق. عيلته ما كانتش عيلة ملوك، لكن كانت عيلة علم وجهاد. من صغره كان بيحب يسمع عن قصص الصحابة والفتوحات، وده خلاه يحلم إن يكون له دور كبير. كبر وتربى تحت قيادة القائد نور الدين زنكي، اللي علمه إن القوة الحقيقية مش في الغزو بس، لكن في توحيد الصفوف ونصرة الحق. لما مسك قيادة مصر بعد ما ضمها للدولة، بدأ رحلة صعبة، جمع المسلمين اللي كانوا متفرقين في دويلات صغيرة من مصر للشام واليمن، قدر يخليهم تحت راية واحدة، ودي كانت أول خطوة للنصر الكبير. ونيجي للحظة الفارقة سنة 1187، معركة حطين. صلاح الدين انتصر على الصليبيين وبعدها فتح القدس، لكن العظمة مش في النصر بس، العظمة في الرحمة. في الوقت اللي الناس كانت متوقعين انتقام وسفك دماء، صلاح الدين اختار يكون مختلف. أمن المسيحيين واليهود، سمح لهم يعيشوا ويصلوا بسلام، وده خلى حتى أعدائه يشهدوا له بالشهامة. من مواقف صلاح الدين الإنسانية إنه لما عرف إن ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد مريض، بعتله أطباء وأدوية. كان بيرفض يقتل أسير ضعيف أو يهين إنسان عاجز. وقبل وفاته سنة 1193، رغم إنه كان حاكم نص العالم الإسلامي تقريبا، مات وما سابش في بيته فلوس تكفي حتى لجنازته، لأن كل ماله كان بيتصرف في سبيل الله. صلاح الدين ما كانش مجرد قائد عسكري، كان رمز للإنسانية قبل ما يكون رمز للنصر. القائد اللي فهم إن العظمة الحقيقية مش إنك تكسر عدوك، لكن إنك تكسب احترامه حتى وسط الحرب. صلاح الدين الأيوبي اسم هيفضل ينور التاريخ ويعلمنا يعني إيه قائد حقيقي.